كل اللي تم اكتشافه في أوروبا من العصر الحجري القديم السفلي كان بيتطبق على الآثار اللي عثروا عليها في مصر. كمان الأبحاث اللي اتعملت في أفريقيا الشمالية بتتفق مع اللي تم اكتشافه في أوروبا. أهلا بيك في بيت الحياة، ألبر عنخ. بنكمل معاكم معلوماتنا عن العصر الحجري القديم، وكلامنا النهاردة عن الحياة اللي كانت موجودة في ساحل البحر الأبيض المتوسط. صرح علماء ما قبل التاريخ بأن الحياة كانت واحدة، ومفيش شك بأن مضيق جبل طارق كان مفتوح في بداية الزمن البلوستوسيني، ونتيجة لكده اتمحى الاتصال اللي كان موجود بين أسبانيا ومراكش. وكمان في نفس الوقت كان في شكوك إن في أمطار طبيعية بتربط بين تونس وصقلية وإيطاليا الشمالية. ولكن سواء كان الكلام ده صح أو لأ، إلا إن الاتصال بين الشاطئين ما كانش صعب زي دلوقتي، والقطر اللي انكمش للشريط الساحلي ده بيتشبه بالجنة، وده بسبب الأمطار الغزيرة اللي كانت بتنزل عليه، وكانت بتغطي الغابات حوالين جبال الأطلس بجانب شكل الأشجار اللي كانت بتغطيه السهول، وكانت عيون المياه والأنهار بتتدفق منه بشكل يجذب العين. كل ده بجانب أنواع الحيوانات اللي كانت موجودة زي الجمل وحمار الحبشة والقرود ومختلف أنواع الغزلان والتيران. وهنا نكون ختمنا حلقتنا معاكم. تفتكروا الحلقة اللي جاية هنكمل كلامنا على ايه؟ مستني رأيكم تحت في الكومنتات. بس كده، لو استفدت ما تنساش تفيد غيرك.